السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. صباحكم فل وياسمين، صباحكم معطر بذكر الله. دخلت اعمل الغدا النهارده، هنعمل حاجه بسيطه كده وخفيفه، بس قلت نصورها مع بعض. بس يا ترى بقى هتتفقي معايا وتقول انا فعلا زيك كده بعملها بالطريقه دي، ولا هتختلفي معايا وتقولي لا مش هي ديت الطريقه الاصليه بتاعتها واحنا مش بنعمله كده وهو مش كده؟ يا ترى هتتفقي او تختلفي معايا؟ سيبيلي تعليقات علشان اعرف اذا كنتي هتعمليها زيي ولا لا. يلا بينا ندخل الفيديو، وان شاء الله الفيديو هيعجبك جدا. بس يا ريت بقى قبل ما ندخل في الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصلك على طول. معلش بقى لو يعني الصوت النهاردة مش حلو قد كده. المكان اللي انا قاعدة فيه فاضي شوية، فايه عامل صدى صوت كده والصوت مش حلو قد كده. يلا بينا كده ندخل الفيديو ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة زي ما شفت كده في اول الفيديو ان انا معايا عدس ورز. رز مصر عادي، ومعايا جبت مثلا كيلو، ربع كيلو ونص مثلا من الرز، وحطيت عليه ربع كيلو من العدس، ومسكتهم كده قلبتهم، وبعد كده حطيت عليهم شوية مية علشان اغسل الرز والعدس على بعض. يلا بقى نشوف صينية الخضار اللي معانا دي. معانا دلوقتي بصل وبطاطس وبتنجان عروس اللي هو الطويل اللي هو بتاع المحشي ده. ومعايا ايه تاني؟ يعني معايا شوية خضار كده. هنبدأ دلوقتي ان احنا نقشر الكلام ده كده ونغسله غسلة حلوة، وبعد كده نروح على النار بالبصلتين بس فقط لا غير. الخضار التاني ده كله كده بقى على جنب هيتقطع ويتساب لوحده. بس انا هروح على البوتاجاز كده بهما البصلتين الاتنين بس فقط لا غير. وهبدأ دلوقتي كده ان انا اقطعهم من غير اي زيوت خالص ومن غير اي سمنة ولا حاجة خالص. هبدأ ان انا دلوقتي اقطعهم تكون خرط تكون كبيرة شوية. وبعد كده طبعا احنا خلاص بقى يعني اتعودنا مع بعض ان احنا بنعمل البصل بالطريقة دي. لازم نحط البصل شوية كده نفضل نشوح فيه من غير اي مادة دهنية خالص لما نطلع الرطوبة اللي فيه ونسيبه يتبخر شوية كده. وبعد كده بنضيف عندنا بقى الزيت السمنة اللي انت عاوزة تحطيه حطيه. عملنا كده اللي احنا قلنا عليه، وحطينا كمان شوية من السمنة شوية من الزيت ومعلقة كمان من السمنة. وهنبدأ دلوقتي ان احنا نشوح الكلام ده كده. انا مش عايزة البصلة بتاعتي تحمر قوي يعني، مش طبيخ، مش عايزاها تحمر قوي يعني، بس ايه، يا دوبك تكون دبلانة كده. وهنزل كمان عليها نص راس توم. مسكت كده كام فص من التوم ومسكتهم وقشرتهم كده ودقيتهم ونزلت بيهم على البصل. يا نورة، توم وبصل؟ معقول في حد بيحط توم؟ جربي الوصفة دي وان شاء الله هتدعيلي. حطي توم بس وملكيش دعوة. وبعد كده هفضل بقى اشوح فيه كده لحد ما تشم ريحة التوم. لا عايزين التوم يتحمر ولا عايزين البصل يتحمر، يا دوبك بس يتبلوا. وهنزل عليهم دلوقتي بقى بالعدس والرز اللي انا غسلتهم غسلة حلوة قوي. هفضل انزل كده بالبتاع المعلقه المقصوصه اللي معايا اللي شكل المصفى دي عشان ما انزلش ميه كتير. وبعد كده هصفي بقى شويه الميه الزياده وهنزل ببقيه الرز وهفضل اشوح في الكلام ده كده لحد اما اشيل منه الميه خالص. عايزه الرز يكون مفلفل معايا، بصي يكون ناشف خالص كده، ما يكونش فيه اي ميه خالص عشان الرز يبقى مفلفل معاكي. تمام. مش عايزينه يبقى معجن، لان بص يعني 99% يمكن بيعجن. من مش هنقول 99، نقلل الناس شوية شوية عشان ايه ما تقولوش ان انت لأ هو احنا بنعمله حلو وحاجات كده، لا يعني بس والله يعني ناس كتيرة قوي الرز ده بيعجن منها. تمام. بصي يا ستي، مش عايزاه يعجن منك، ما تكتريش الايه العدس زياده عن اللزوم، واظبطوا له بقى الدنيا الميه بتاعته كده علشان ايه ما يعجنش منك. وساعه ما خلاص هيتشرب كده تقومي جايه مقلباه وحطاه على نار تكون هاديه شويه. هدي النار عليه وسيبيه. وطبعا زي ما شفنا كده كان معايا بيض حطيته على النار برضو علشان اسلقه. دلوقتي كده البيض بيتسلق والرز خلاص بيتلدم كده وطيت عليه. ومعايا بقى حاجه تانية كده هنزل فيها زيت علشان هنحمر البطاطس اللي احنا قشرناها في اول الفيديو خالص. هننزل واحدة كده عشان نشوف بس الزيت يعني قدح معايا كده ولا لأ. لقيته قدح فنزلت بكمية البطاطس اللي كانت معايا. دلوقتي بقى كده ايه هنقشر كده كام فص من التوم. ومعايا الكبة بتاعتي هبدأ على طول الفص اللي قشره ارميه في قلب الكبة كده ايه على طول. ومعايا برضو فلفل اللي احنا شفناه برضو في اول الفيديو. ايه الفلفل برضو هنقشر التوم وهنحطه وهنقطع الفلفل زي ما انتم شايفين كده برضو هننزله. معايا قرنين من الشطة حمر كده حلوين برضو لزوم الشطشطة كده.
والفلفل وشوية من الخل اهو، نص معلقة بس من الخل. وهنزل بالبهارات اللي عندي، كمون بقى، فلفل اسود، ملح. وبهاري بقى ايه الخلطة بتاعتك الحلوة دي. ايوه كده، هفضل بقى اضربه كده في الكبة. الله عليه، ريحته كانت جبارة يا ناس، والشطة كانت ايه بقى، مش قادرة اقولك، كانت تحفة جدا جدا جدا. ظبطي الملح بتاعه. هنا بقى كده كانت خلاص البطاطس كانت اتحمرت. هجيب بس ورقة كده من مناديل المطبخ، وهبدأ ان انا اطلع البطاطس كده عليها على طول. ايوه كده، عشان بس ما يبقاش فيها ايه اي زيوت خالص. هنزل بقى ببقية البطاطس زي ما انتم شايفين كده. لما تتحمر هنزل عليها كده بشوية من الملح وشوية من الكمون. بتبقى تحفة قوي يا جماعة، والله العظيم. ساعة ما تطلعي البطاطس كده تكون لسه طالعة كده، وتقومي جاية نازلة عليها كده بشوية من الملح وشوية من الكمون، بتبقى ريحتها ايه. وكمان الدور التاني كان خلاص اتحمر برضو. البطاطس دي تحمير حلو قوي، تحفة 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 بصراحة. مقرمشة وحلوة، طعمها اصلا حلو. شوفي اصلا لازقة في الصينية، في البتاع الصينية الطاسة اللي قدامكم دي، من كتر ما هي كده تحفة بصراحة. معايا بقى البتنجان دلوقتي اللي احنا عملناه مع بعض كده في الاول. هبدأ بس اديله ايه يعني نغزة كده من الجنب، مش هفتحه كله على بعضه. لا، هديله بس نغزة كده صغيرة من الجنب. وبعد كده هرصه في الصينية وههدي عليه النار عشان يستوي، ويبقى زي الملبن بالظبط. يلا بينا كمان نعمل شوية سلطة. معايا دلوقتي كده طماطم، ومعايا خيار، ومعايا جزر، ومعايا فلفل، ومعايا شطة. وما لقيتش جرجير بقى للأسف، مع ان انا بحبها قوي بالجرجير على فكرة. بس للأسف بقى ان انا ما لقيتش جرجير. فمش مشكلة بقى، هنحط ايه عودين كده من الخس وخلاص، مش مشكلة بقى. مع ان انا مش بحب السلطة بالخس خالص على فكرة، انا بموت فيها بالجرجير. بتبقى حلوة كده وطعمها حلو وشكلها كمان بيبقى تحفة جدا جدا. بس انا ما لقيتش بقى وما كانش عندي، فخلاص استكفيت بقى بالطماطم والخيار والفلفل والشطة والجزر والحاجات الحلوة دي. نبدأ بقى ان احنا نقطع كده، بس الجزر بيبقى حلو اوي والله، يعني الجزر بيدي للسلطة طعم حلو، وشكله كمان بيبقى حلو خالص. ايوه كده. هنقطع بقى السلطة دي، ومش هننزل عليها دلوقتي اي توابل ولا ملح لحد ما نيجي نقدم الاكل. كان خلاص البتنجان كده خلاص كان استوى وبقى زي الملبن مهية كده معايا. هبدأ دلوقتي بقى كده ان انا اطلعه وخلاص. البطاطس اتحمرت والبتنجان اتحمر، والبيض اتسلق والسلطة اتعملت، وعملنا كمان الخلطة بتاعت البتنجان. يلا بقى كده، والبتنجان سخن مولع كده، سخن مولع لسه يا دوبك مطلعينه من الطاسة. يلا نحط فيه بقى الخلطة الجبارة التحفة دي، علشان البتنجانية كده تشرب من الخلطة ديت. وبصي تديك طعم جبار بجد والله. هنعمل كده البتنجان اللي معايا كله اهو زي ما انتم شايفين كده. الله عليه، والله العظيم الخلطة كانت تحفة يا جماعة، كانت تحفة بجد. معلش يا جماعة على صدى الصوت، يعني الصوت انا عارفة ان هو مزعج ومش حلو، بس معلش بقى سامحوني. بصي بقى، خدي بقى كده حبة كده من الخلطة اللي انت عاملاها دي وحطها على السلطة. ودوقي بقى السلطة وشوفي جمالها وحلاوتها بقى. والله العظيم بجد كانت تحفة بجد. يلا بقى دلوقتي بقى كده ايه نعمل ايه، هنعمل ايه تاني. ايوه نرجع الحاجات دي كده ورا. وبعد كده نجيب بقى الصينية. ويلا بقى كده ايه نعمل شكل حلو كده للصينية بتاعتنا. هنحط كده في النص والبتاع السلطة بتاعتنا ديت، ويلا نعمل شكل حلو بقى كده للأكل، ونعمل صينية تبص لها كده، بصي شكلها لوحده كده كفاية. والله العظيم بجد كانت تحفة. والله 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 العظيم إن الرز كان تحفة. كان مفلفل بالحباية، طعمه تحفة جدا جدا. بصي مظبوط وطعمه تحفة وريحته مش قادرة أقولك. هنزل كده بالرز وافرده، وبعد كده هعمل شكل كده جمالي كده بالبطاطس. هعملها كده على حرف الصينية، والرز كده في النص، وكمان السلطة كده في الطبق بتاعها. وبعد كده البيض اللي احنا سلقينه بقى هقطع كده الواحدة نصين، وهحملها كده ايه زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. ايوه كده. الله عليه، الله عليه على الصينية دي. يا لهوي على جمالها يا ناس. كان هنا بقى كان جالنا خبر مش حلو كده، بس الله المستعان، الله المستعان يا رب.
الله المستعان. وبصي بقى على جمال الاكل، الله عليه الله عليه. شوف الصينيه عامله ازاي، شفت الصينيه تحفه جدا جدا. اهو البطاطس والرز والبيض والسلطه والبتنجان والعيش ومخلل، ويلا بقى يلا بقى نقعد وناكل. معلش المقطع ده جه قبل التاني، فهنطلع بقى كده المخلل مع بعض اهو. انا حبيت بس يعني حطيت لكم المقطع ده كده في الاول عشان تشوفوا شكل الاكل. بص بقى احنا عاملين المخلل ده بقى، الله عليه. شفت المخلل شكله تحفه ازاي، جميل جدا. ايوه كده، الله عليه. انا جوعت تاني مع اني لسه واكله منه والله، بس جوعت تاني. الله. كانوا ولادي بقى يا دوبك كانوا لسه جايين من الدرس دلوقتي، وجوزي كمان كان جه وحطينا الاكل كان لسه سخن مولع، ويلا بينا ناكل. بنت اسراء كانت لسه جايه من الدرس حالا. والله بجد يعني بص، يعني انا كنت بغرف في الاكل وهي بترن الجرس، اختها فتحت لها، داخله بقى ماما جعانه جعانه. قلت لها تعالي تعالي دوقي تعالي، تعالي يلا. دقت بقى كده. جانا عماله تقول لها ايه في انت هتتغدي مكانك ولا ايه، مش فاهمه أنا. ما كفايه يا بنت. اه يلا يلا سلام.